السلام عليكم طلاب. طبعا بداية اعتذر منكم على الانقطاع اللي قاعد اسويه بالقناة بسبب الظروف اللي قاعد تصير وياي. اوكي، فانا ما ناسيكم ودائما انتم ببالي، وانزلكم ان شاء الله فيديوهات بالوقت اللي تكونون محتاجينها 100%. مثل ما تعرفون ان امتحانات نص السنة قربت، وهواي طلاب حسوها صدمة، وهواي طلاب يعني لحد الان ما متقبلين فكرة امتحانات نص السنة انه باقي لها من 20 الى 25 يوم بالزايد وتدخل علينا امتحانات نصف السنة. فاكو طلاب حسن هذا الشيء يعني ما راح يساعدهم، هذا زاد توترهم، زاد القلق من عندهم، ما يعرفون انه مساله طبيعيه، ترى عادي انه تجيك امتحانات نصف السنه. لكن قبل كل شيء انا قبل فتره تعرفون نزلت فيديو اللي هو هذا طلع قدامكم حاليا على الشاشه. هذا الفيديو نزلته وحكيت فيه على التراكمات اللي يريد يتخلص من التراكمات حتى يكون مستعد لامتحانات نصف السنه. فمبروك على الطلاب اللي التزموا وياي من ذاك الفيديو لحد هاي اللحظه. فاعتقد ما بقى عندهم كل تراكمات، اذا خلصت نقدر نقول خلصت التراكمات بالنسبه للطلاب اللي التزموا من ذاك الفيديو لحد هذا الفيديو. خلصت تراكماتكم، وحتى اذا باقي فباقي شيء قليل، يعني ما تطول بعدنا كم يوم تخلص. اما الطلاب اللي ما التزمتوا، هاي اول شغله خطا من عندكم، الصوت كان بيكم انتم، المفروض تلتزم، المفروض تتابع. يعني بالبدايه المفروض تفتهم الحكي، مو بس تجي تشوف الفيديو مشاهده وتطلع، لا انا ما رايد المشاهده من عندك، انا رايد انه تلتزم وتطبق الشيء اللي اقوله. فاذا ما كنت ملتزم، اذا كنت ملتزم او ما ملتزم، شوف يا هذا الفيديو لعل وعسى تستفاد لك بالمعلومه حتى تنقذ او تقدر تساعد نفسك من هنا لامتحانات نصف السنه. اول شغله طبعا يا طلاب تعرفون امتحانات نصف السنه ما باقي لها من 20 الى 25 يوم وتدخل علينا. اوكي زين، انا استاذ شلون اقرا؟ انا بعدني ما مخلص، انا اريد اقرا، يعني شلون؟ انا عندي هواي مواد بها مشاكل، هواي عندي مواد قاريها وما عندي تراكم بها، لكن هي صعبه علي، شلون اقراها؟ خليني اقول لكم شغله، مثل ما تعرفون اغلب المدارس هسه خلصت امتحانات الشهريه، يعني نادر او قليل ما تلقى مدارس تمتحن الشهريات. فانت كطلاب اذا تفرق باليوم تخلي لك ساعه او ساعتين لكل ماده صعبه عليك، مثلا انت عندكم الانجليزي صعب عليكم، الرياضيات، الكيمياء، اي ماده تحسها صعبه عليك، يعني اوكي انت ما عندك تراكم بها لكن صعبه، فرغ لها ساعه او ساعتين حتى تقرا هاي الماده، وركز لي على المواد اللي تنفهم وتنضبط وما تنسى. مثلا عندك الرياضيات اذا تفرغ لك باليوم ساعتين او ساعه لها، انت صدقني راح تضبطها وما تنسي، راح تبقى طابعه ببالك منها لو بعد 6 اشهر راح تبقى طابعه ببالك، يعني ما تنسى نهائيا. اوكي الانجليزي، القواعد بالانجليزي، مثلا انجليزي عندك انشاء، عندك ادب، عندك قطع كتاب، اوكي ركز لي على القواعد، قواعد ما تنسى، يعني انت كل فعل اوكي راح تفتهمه، كل ظرف راح تفتهمه ويا قاعدته، خلص بعد ما ينسي يبقى لك تراجع لمده نص ساعه، بعدين بامتحانات نصف السنه نص ساعه او اكثر بشويه راح تضبطه. الكيمياء مسائلها، الفيزياء او اشياء شرحيات او اشياء فهميه تنفهم، اذا ما تنسي، انا شنو اسوي؟ اركز عليها حتى هاي تبقى طابعه ببالي. وامتحانات نصف السنه يعني بالجدول، لما يعطونا جدول عندك بين يوم او عندك يوميه، يعني يبقى عندك اما نص يوم او عندك يوم ونص، انت راح تقدر تسيطر على الماده تقراها. فخلي المواد السهله، يعني لا تقرا مثلا اسلاميه، عربي، شوف المواد اللي تحسها سهله عليك وضابطه خليها على صفحه، اقرا المواد الصعبه حتى لو ما بها تراكم. مثلا اوكي عندك نقول فيزياء، اوكي ما بها تراكم وانت قاريها بس تحسها صعبه عليك، فارجع اقراها، فرغ لها وقت اقراها. هاي القرايه راح، يعني مثلا انت ما فاهم المسائل، انت راح تقرا بالمسائل فهمتها، راح تبقى عندك الشرحيات تقراها قبل امتحانات نصف السنه او باثناء الامتحانات، يعني مره راح عندك نص يوم او عندك يوم ونص راح تقرا بها هاي الماده او المواضيع اللي انت بقت عندك. اوكي فحاول تنسق هيك الوقت مالتي، حاول انسقه، يعني هاي ال 20 يوم، هاي الفتره من 20 الى 25 يوم احاول اضغط على روحي، اذا عندي طلعات اجبر نفسي عن طلعات، على اشياء تلهيني، مثلا مو قريت صارت 9 بالليل والله اني تعبت، خلص هذا وقت راح لازم ارتاح، لا حاول تستثمر هذا الوقت كليته من هنا اللي بعد ما تخلص الامتحانات، اقرا او فرغ وقت للماده الصعبه، للماده اللي بعيده عليك، الماده اللي تحس نفسك عندك بها يعني صعوبه، اروح اقراها، افرغ لها وقت حتى اقراها. هاي الجماعه بالنسبه للجماعه يريدون اعفاء، الان اليوم طالب او انت كطالب تريد تطلع اعفاء، اوكي لازم انت تكون يعني هاي الاشياء كلها مسويها، لازم تكون ملتزم يعني بدراستك، لازم تكون ملتزم بكل ماده بكل موضوع، لان انت تريد اعفاء، اوكي تريد اعفاء. الاعفاء يحتاج انه طالب يعني مجتهد، يحتاج انه طالب يعني يضحي بالاوقات، مثلا وقت الطلعه، وقت اللعب، وقت الراحه، هاي احاول اضحي بهن حاليا. ليش؟ لانه هاي الاوقات راح تبعدني شوي عن الدراسه، راح تبعدني عن الهدف اللي انا اريده اللي هو الاعفاء. فلازم انت تكون شاد حيلك من بدايه السنه لحد نهايه، لحد ما توصل الجدول مال الامتحانات اخير السنه، لانه فرق الاعفاء عن بقيه الطلاب او الاعفاء انه ما راح يمتحن نهايه السنه فقط. بالنسبه لجماعه الاعفاء لازم تشد حيلك، لازم تكون انت مراجع المواد، لازم تبلش هسه تراجع وتقرا المواد، تعيد بيهن الماده السهله او على راحتها. اما الماده الصعبه عليك انت فاهمها بس صعبه عليك، تحس يعني قاعد تواجه صعوبه، لما تضبطها ارجع لها حاليا، فرغ لها وقت من ساعه الى ساعتين او اكثر حسب الوقت الفارق اللي عندك، ارجع
راجع بيه او اقرا بيه هاي الماده، اسوي لها ملخص، اقراها، اضبطها لحد ما تفتهم هاي الماده، لانه انت تريد تجيب اعفاء، فاللي يريد يجيب اعفاء لازم يتعب، مو بالسهل يعني انت مو بالسهل يوم تجيب اعفاء، لا تتعب حتى تحصل اعفاء. اما بالنسبه للطلاب اللي يقول لي يعني بس اريد انجح، ما اريد كل شيء بس انجح وخلاص، ها هي انت اللي تقول بس اريد انجح وتدور بس نجاح. شوف نفس الحال لازم تقرا، يعني مو بس اريد انجح والله انا بس اريد انجح ما اقرا، ليش اقرا؟ خلاص انا بس انجح وهاي ما اطبق ما اشوف فيديو، لا عشان تريد تنجح تريد اعفاء لازم تطبق حتى تنجح، لازم تتعب حتى تنجح، تريد نجاح اوكي، فلازم تقرا، لازم تراجع اذا عندك شيء صعب، عندك شيء يعني مو سهل عليك، لازم تراجعه، لازم تقرا، لازم تضبطه. هاي بالنسبه للطلاب بشكل عام. اما بالنسبه لجامعه الوزاري الثالث والسادس او السادس والثالث، خليني اقول لكم شغله او انصحكم في نصيحه، خلي بالك لا تعتبر او لا تاخذ مقياس نص السنه عن نهايه السنه. شلون يعني استاذ؟ مثلا انت لا سمح الله رسبت بنص السنه بكم درس، او جبت خمسينات ستينات، او يعني دراستك ضعيفه مو هي اللي انت تريدها، لا تقول هاي مقياس او لا تقول هاي درجتي بالوزاري، لا، لان مو فرق. هواي طلاب يجيب درجه متناصيه بنص السنه وبخير سنه يجيب درجه عاليه، هو اصلا هو ما متوقع. انا واحد من الناس بالاسلاميه بنص السنه جبت 60 وبالوزاره جبت 93، فمو مقياس طلاب. يعني انت عندك راح تاخذ فتره مراجعه، هاي فتره المراجعه راح تقويك، راح تنبهك اكثر بعد، راح تشد حيلك، راح تضبطك اكثر بعد وتوجهك للماده اكثر واكثر. فخلي بالكم لا تاخذون مقياس امتحانات نص السنه عن نهايه السنه، لا تقيس على نفسك امتحانات نص السنه بالنسبه لها ترى مو كل ذاك الرهبه بها، يعني انت كطالب مترهب من عندها امتحانات صعبه ما اقدر لها، لا تترهب من عندها، لا تخاف من عندها، فرغ وقت لك انت، يعني خلي وقت لك مثلا كل ساعه اكثر تقرا الامتحانات نصف السنه، حاول انه يعني على الامتحانات نصف السنه من منظور انه انا راح اقدر، انا راح اسيطر، مو فد شيء صعب يعني ليش نعطينها اكبر من اهميتها، ليش خايفين هالقد؟ هواي طلاب يعني من يخاف الامتحان هو حتى لو ضابطه ويقدر يجيب بدرجه عاليه، بس بسبب الخوف راح يضعف. وهنا المشكله، يعني هنا مشكله الطالب، انت ليش تخاف اصلا؟ على شنو اخاف؟ اليوم انا اذا اضبط ماده واقراها لا تخاف من عندها بابا اروح، ما دام انت تعبت وشديت حيلك وقريت بصدق والصحيح، صدقني الله ما يضيع تعبك، انت اللي عليك سويته، قرات الماده ضبطتها قريتها مثل ما هي، لا تخاف بعد، خلاص طب الامتحان انت مسيطر، الله ما راح يضيع تعبك، صدقني كل شيء قريته تركيز صدق وانضباط، صدقني راح ترجع لك معلومه، لا تقول لي اليوم انا والله تعبت 16 ساعه ما ادري ايش قد قريت ورسبت وما جبت الدرجه، لا مو بالوقت، هي انه انا اخذ 16 ساعه و15 ما اعرف ايش قد، مو بالوقت، مو بالجهد، يعني بالتركيز بالفهم بالعقل. انا من اجي اقرا الماده افصلها، يعني الخص الماده ارتبها على ايدي، ارتبها يعني افتهمها احفظها اخلص منها انتهينا، هاي اقول انا ضبطت الماده تجيب بها الدرجه اللي انت تريدها. اما جهد وهوس تسويها على نفسك صدقني ما راح تستفاد شيء. فلا تخافون من امتحانات نصف السنه، ترى مو كلش صعبه ومو مقياس للطالب، الطالب اللي ضعيف بنص السنه يقدر يشد حيله بالكورس الثاني، صدقني تجيب درجه اعلى واكثر مما انت متوقع بالنسبه للكورس الاول او بالنسبه لامتحانات نصف السنه. فطبوا وانتم مسيطرين، وصدقوني الله ما راح يضيع تعب اي واحد بكم. ونص السنه هي رهبتها عند الطالب لمن يخاف، وهي ما تخوف صراحه، اللي مسيطر يتوكل على الله ما يخاف، فتوكل على الله قبل لا تطلع الامتحان، صلي لك ركعتين حتى تكون عندك طاقة إيجابية أكثر، تتقوى بعد أكثر، ما يصير عندك خوف أو رهبة بالنسبة للامتحانات. وإن شاء الله هني قبل الامتحان أو ليلة الامتحان راح أنزلكم فيديو إن شاء الله راح يساعدكم بالنسبة للامتحانات. فأرجع وأقول امتحانات نص السنة اللي يريد يضبط، اللي يريد ينجح يجيب درجة زينة أو عالية، يراجع المادة اللي عنده بها صعوبة، المادة اللي حسه تنفهم وما راح تنسي، يعني هسه حاليا يراجعها، كان رياضيات كيمياء فيزياء أي مادة راجعها اقراها، حتى هاي المادة تكون أنت مطلع عليها أو قاريها، وإن شاء الله يكون الفيديو واضح لكم وفهمتوا شو راح تقدر تقرون وراح تقدر تتوجهون لامتحانات نصف السنة. أريد أطول عليكم لأنه أعرف عندكم قراية وامتحانات، ويا رب أتمنى لكم التوفيق والنجاح، شدوا حالكم يا أبطال، مع السلامة.